عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا لو انت ما عندكش برنامج وورد، او مش مسطب او مش مفعل، وانت محتاج تكتب حاجة ضرورية في الوورد وترسلها على الايميلات، ماذا تفعل في هذا التوقيت؟ احنا ممكن نعمل اللي هو نخش على موقع دوكيومنتس دوت جوجل. اختصار دوكيومنتس دي اختصار DOCS. بيخش عليها بيديك شكل وورد تماما. نخش على الموقع، ندوس انتر عليه، فهو كده بيجيب لك بعض الملفات يعني اللي موجودة على الايميلات او الجوجل درايفر. احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا عايزين نعمل ملف جديد خالص. ندوس على علامه الزائد، فبيفتح لك تقريبا شكل الوورد تماما، وبتقدر تكتب ايه المواضيع اللي انت عايز تكتبها. توسطن الكلمات اهي، توسطن الكلمات اللي تكتب عليها. مثلا ويتكبر الفونت عادي، تعمل تكبير، وهنا الزائد تمام. وتخش على الموضوع الآخر، انت توسطنة عايزين ناحية اليمين. السيد دكتور محمد شكري جميل تمام. وهنا بنعمل ايه ترحيب دي، نعمل وسطنة مرة أخرى، تحية طيبة. ونعمل عمتين اللي هي طبعا هو بيديك التحية اللي هو عايز يعني يصحح لك بقول لك هي دي طيبة، فهو كده شايفها تصحيح يعني. هنا اللي انت عايز تخلي الكلام دوت مش داكن، بنخش عليها ونشيل اللي هي بيبقى أصبح هنا ايه تمام. بيفصل ما بين التحية واسم الدكتور. وهنا بتكتب هنا اهو، هنا بقى تكتب الشاقة بتاعتك، وتعمل هنا الشاقة بتاعتك مثلا ايه يوجد ألم في الساق اليمنى. طبعا ألم برضك في تصحيح، هو طبعا قاعد يصححها مش في في همزة، وهنا يقول لك في نقطتين تحت اليه كده يعني. هو ايه في يوجد ألم في الساق اليمنى، ألم شديد يعني، وأخذت علاج علاج مثلا للعظام. ما اعرفش بقى اسماء العلاج، بس انا بديك مثلا الامثله. هنعمل كده شباك كده، علاج كذا وكذا كذا. طبعا هنا بيه صح نفس الكلام، هل تقصد اخذت ماشي. وهنا وتفضلوا بقبول واحترام، وتفضلوا بقبول واحترام. وهنا المرسل سيكون كريم عزيز. طبعا ممكن نخلي ده محاذاة ناحية الشمال تمام كده. ادي هي بديل للوورد. ان شاء الله برضك هنشرح تفصيلي لدوكيومنت جوجل، وهنشوف هنشتغل في التنسيقات ديت ان شاء الله في الحلقات الجايه. بس احنا هنخلي الدوكيومنت جوجل في قائمه تشغيل لوحده ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.